أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. النهاردة موضوع كهرب الدنيا كلها. كهربا لما جاب الجون ده شيء عادي جدا، لعيب جاب جون، ولكن الضجة اللي اتعملت في وسائل التواصل الاجتماعي أنا شايف إن ملهاش أي داعي ولا أي لازمة. ولكن سيادة المستشار رئيس النادي هو طبعا اللي عمل الضجة دي بسبب تصريحاته النارية. وسمعته، أنا مش عايز أقول الألفاظ دي لأن لساني ينقى عن إن أنا أقول الألفاظ دي تماما. كهربا لعيب انتقل من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي وجاب هدف وأحرز هدف، شيء عادي. ولكن موضوع العفاريت والجن وتحضير الجن، اصل فلان ده ما كانش هو اللي بيلعب، اصل فلان ده محضر الفانيلا هو كان عارف انه هيجيب جون او القصه دي كلها عاديه جدا. ولكن انا مستغرب موضوع الجن والعفاريت والكلام ده كله. داخل عنبر المغلوبين في القضيه رقم 16 لسنه 1920. عفركوش ابن فرتكوش، نقول ايه؟ اقول ايه بصراحه؟ يعني الواحد يقول ايه في لعيب يحضر جن او عفاريت او العفاريت اللي بتلعب؟ ايه الالفاظ اللي بتتقال من شخصيه كبيره بجد؟ انا مستغرب بصراحه يا جماعه. مفيش حاجه اسمها واحد بيحضر جن عشان الجن يلعب او اللعيبه تلعب. فكرتونا بفيلم 4-2-4، فاكرينه؟ فيلم يونس الشلبي وسمير غانم، فاكرين انتوا القصه دي لما قالوا هنحضر عفاريت ونروح مش عارف للشيخ مين وايه؟ خلاص يا جماعه بقى، خلاص القصه دي كلها انتهت يا جماعه. ارجوكم يا جماعه، ارجوكم. احنا في منأى عن القصه دي كلها. الاهلي والزمالك فريقين من مصر، من بلدي وبلدكم. فاتمنى ان الالفاظ دي كلها نستغنى عنها خالص، ونكون او نتمتع بالروح الرياضيه سواء الاهلي او الزمالك. وان شاء الله نتمنى للفريقين الفوز دائما باذن الله تعالى، واللعب نظيف والروح الرياضيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.